يا ترى التحليل الأساسي ولا الفني هو اللي بيحدد أسعار الذهب؟ هديلك مثال بسيط قوي على يوم الجمعة اللي فاتت. يوم الخميس والجمعة كنا شغالين أقصى سعر وصلنا له هو 3340 3345، وكنا قايلين إن دي منطقة مقاومة ثانوية ويليها منطقة المقاومة الرئيسية 3360 ل 3370. يوم الجمعة بقى قبل ما يتكلم ترامب ويهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على أوروبا، كنا شغالين عند 3330، وأول لما أطلق ترامب التصريح ده نطينا من 3330 إلى 3366. يعني معنى كده إن التحليل الأساسي أو الخبر اللي جه من التحليل الأساسي بتاع فرض الرسوم الجمركية سرع عملية الصعود إلى مستوى المقاومة الرئيسي، وده كان قبل جلسة نيويورك، وفضل طول جلسة نيويورك يوم الجمعة مش قادر يخترق المقاومة دي. يبقى معنى كده ان انت تعمل ميكس ما بين الاتنين، التحليل الاساسي او الاخبار الاساسية هي اللي بتحرك السعر الى نقاط المقاومة او نقاط الدعم، اما التحليل الفني هو بيقول لك تدخل تبيع عند سعر كام او تشتري عند سعر كام.